في فيديو عملته النهارده عن إن الزوجة اللي هي تنسى حقوقها تمامًا، تمامًا وتعيش ضحية بلا سبب، تحط لولادها الأكل وهي ما تاكلش، حتى لو في أكل تسيبه لهم لبكرة، تأكل جوزها وهي ما تاكلش، تجيب لهم لبس وهي ما تلبس، تعلم ولادها لا يقولوا لها كل سنة وأنتِ طيبة، لا في عيد ميلاد ولا في عيد أم ولا، وتبقى كده، دي اسمها زوجة فاشلة. في فيديو عملته عن كده وربنا بعت لي النموذج الحي للي انا بقوله. جالي واحد من اللي زوجاته مبوظاهم دول وعامله فيه كده، جه يعني بيقول لي ايه. اول حاجه قالها لي لا تعليق، وبعدين علق بثلاث صفحات. يعني لا تعليق وعلق بثلاث صفحات، امال لو كان في تعليق كنت عملت ايه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه تعليقه باسم الدين. ايوه هي كده زوجه صالحه، وايوه هو ده الصح، سيبين بقى الستات في حالها، سيبيهم يعملوا كده. يعني حضرتك بيقول لي، هو بيقول انه كده هي زوجة من بيت صالح. يعني حضرتك هي من بيت صالح، وانت من بيت شكله ايه اللي تخلي مراتك قاعدة جنبك على السفرة انت تاكل وهي تبص عليك؟ يعني انت من بيت شكله ايه؟ انت بتحكم بايه؟ ما تتكلمش بالدين لو سمحت، ما تتكلمش بالدين، لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيأكل زوجاته في بقهم. لانك يوم ما تتأول على الدين بان الدين ان الزوجة تدي جوزها حقه وهو ما يديهاش حقها، يبقى انت ربنا مش هيسيبك. لان ربنا يا رب ما يسيبكش في حالك، عشان انت اسوأ مثال واسوأ سمعة للدين، أسوأ حد يتكلم باسم الدين. الدين يا جماعة القدوة بتاعتنا الرسول عليه الصلاة والسلام، مش الأشكال دي خالص. الأشكال اللي تقول لك أيوة وماله، تقعد جنبي ما تاكلش وتمشي معايا ما تلبس، المهم أنا ألبس، المهم أنا آكل، سيبيها، دي ست عظيمة. لا، هي ست عظيمة يبقى أنت راجل ما فيكش ريحة العظمة. لأن المفروض ربنا خلقها إنسان زيها زيك، وعمل عليك واجبات إنك أنت